ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنتكلم عن فيديو الميزانية او الادخار، طبعا علشان احنا عايزين نلتزم بعادة الادخار، فمحتاجين نعرف شوية نصايح عن ازاي ندير الميزانية. طبعا يا بنات صعب جدا ان احنا نعمل ميزانية لحد، لان كل واحد بتبقى ظروفه مختلفة. يعني في اللي بيكونش عنده اولاد، في اللي بيبقى عنده اولاد، في اللي عنده اولاد بس مش في مدرسة ولا في حضانة، في اللي عنده اولاد بياخدوا دروس ومصاريفهم عالي، في اللي ممكن يكون عنده طفل تعبان او حد مريض في البيت بيجيب علاج بشكل شهري، في اللي قاعد في ملك، في اللي قاعد في ايجار. فكل واحد بيكون ظروفه مختلفة تماما عن الشخص التاني، فصعب جدا ان احنا نحط ميزانية تلائم كل الناس بكل الفئات. وكمان حتى الاماكن اللي بنعيش فيها بتكون الحاجة فيها مختلفة اسعارها عن الاماكن التانية. ولكن النهاردة انا هقولك على النصايح اللي تمشي مع اي حد. يعني انا كأم او كبنت او بشتغل او متجوزة او مش متجوزة، انا دلوقتي لو التزمت بالنصايح دي هقدر ان انا ادخر، سواء من مصروف البيت او لو انا بشتغل من فلوس شغلي او ايا يكن، واقدر ان انا اعمل حاجة كويسة. طيب اول حاجة لازم اقعد مع نفسي لمدة اسبوع اكتب كل يوم انا بصرف ايه او بشتري ايه. ليه؟ ده بيخليني اعرف انا فلوسي بتروح في ايه، لان انا ممكن تكون فلوسي بتروح في حاجات تافهه جدا. يعني في حاجات مثلا في حلويات كتير بجيبها لاولادي، في ان انا مشوار ممكن يكون يعني امشي يعني لو مشيت خطوتين انا بكسل فبركب، فممكن تكون الفلوس بتروح في حاجات تفاهات. فانا محتاجة اشوف والله انا النهاردة اشتريت واحد اتنين تلاتة، كان معايا المبلغ الفلاني وراح في واحد اتنين تلاتة، وبكرة نفس القصة لمدة اسبوع، علشان اعرف انا فلوسي بتروح في ايه. ولما اعرف هبتدي ان انا افهم انا المصروف ليه ما بيكملش معايا، فابتدي ان انا لا انا محتاجه احط خطه واحد اتنين تلاته. يبقى دي كده اول نصيحه. طيب تاني حاجه، حاولي تجيبي المشتريات بتاعه البيت بالاسبوع او بالشهر. طبعا انا مش من انصار الشهر قوي ومش من انصار اليوم، ولكن على حسب ظروفك برضو. انا من انصار الاسبوع. ليه؟ علشان بالاسبوع انتي بتبقي مقسمه الميزانيه بتاعتك على 4 اسابيع. يعني سي مثلا لو انتي شايله 4000 للاكل والشرب بس، مثلا هنفترض، بعيد بقى عن الايجار، بعيد عن الحاجات التانية، فانتي هتقسمي مثلا كل اسبوع 1000 جنيه. انا بقول ده مثال، ما بقولش ده اساسي لاي حد. في ناس بيبقى اقل من كده، في ناس بيبقى اكتر من كده. انا بقول ده كمثال. لو انا شايله 4000 لي الاكل والشرب بس، مصاريف الاكل والشرب، فانا هقسم على كل اسبوع 1000 جنيه، ما يتعداش الاسبوع ده ال1000 جنيه، مصرفش اكتر من ال1000 جنيه خلال الاسبوع. فانا بقول كده كمثال. يبقى انا لما اجي اشتري، الافضل ان انا اشتري بالاسبوع. طب لو انا بشتري باليوم يبقى دي حاجه غصب عني، فانا ما اقدرش اتكلم فيها. لكن انا بقول لو انا في امكانيتي اشتري بالاسبوع، لا اشتري بالاسبوع افضل، علشان الفلوس كلها ما تروحش مني اول الشهر، فالدنيا كلها تتدربك معايا على اخر الشهر. طيب وفري في النت، وفري في الكهرباء، وفري في المية، وفري في الكلام في الموبايل. احنا بنشحن الباقة بمبلغ وقدره عشان نقعد نرغي. الوقت اللي بتقعد ترغي فيه في التليفون ده انت اولى بيه مع اولادك ومع نفسك. النت اللي شغال 24 ساعة والباقة تخلص ونرجع نجددها تاني، لا احنا نفصل النت عشان نقعد مع بعض، ما نستخدمش النت كتير. الكهرباء اللي شغالة، الانوار اللي شغالة في البيت كلها، لا طبعا احنا المكان اللي قاعدين فيه بس هو اللي ننور فيه الكهرباء. والمية نفس القصة. الترشيد في الحاجات دي بيوفر معاكي بشكل كبير. يعني انت بدل مثلا ما تشحني كارت الكهرباء ب 500 جنيه في الشهر عشان مشغلين كل حاجة في الدنيا في الكهرباء في البيت، انت تشحني ممكن ب 200 او ب 250، فانت كده وفرتي نص الفلوس اللي انت كنت بتدفعيها في الكهرباء. وهكذا بقى على اي حاجة تانية. طيب بلاش اكل من بره كتير، بلاش الدليفري كتير، بلاش نستسهل يا بنات. ماشي في البيت انضف واوفر. بلاش مواصلات كتير. لو مشوار انا ممكن اتمشاه وقادره اتمشاه، لو انا طبعا معايا شنط كتير او معايا اولادي او الدنيا صعبه معايا، مثلا شايله شنط وشايله اطفال معايا او كده، ماشي انا ممكن هنا اركب. لكن لو انا ماشيه بطولي، حتى لو انا شايله شنط ولا حاجه والمسافه مش بعيده، اوفر. التوك توك دلوقتي او العربيه او ايا يكن المواصله اللي بنركبها بتاخد مبلغ وقدره كبير. حتى لو شارع، لو هتطلعي شارع بيقولك شيء وشويات.
تمام. فاحنا محتاجين نوفر في الحاجات دي علشان الحاجات دي بتاخد كتير من الميزانيه. لو بصيتي كده هتلاقي ان 3/4 الميزانيه رايحه في المواصلات وفي التكاتك وفي التكاسي وفي اوبر وفي الدليفري من بره وفي الحاجات دي كلها. طيب ماشي، بلاش بقى حاجات حلوه كتيره مصنعه لولادنا، بلاش شيبسيات الكتير. الحاجات دي يا جماعه مضره جدا، مضره، بتخلي الولاد مهيبرين، بتخليهم يعني بتحس ان العيل هيطلع على الحيطه من كتر ما هو جسمه فيه كميه سكر، فهو هيطلع شويه هتلاقيه بيمشي على الحيطه مش بس بيتنطط. فاحنا نوفر الحاجات دي، ممكن نستعوضها بايه بقى؟ ممكن نعمل كيكه في البيت مش هتكلفنا كتير وهتقعد كذا يوم في البيت. ممكن نجيب فاكهه هتقعد كذا يوم في البيت. يبقى انا دلوقتي بجيب حاجات صحيه انضف واحسن، وانا هوفر. طبعا لو جبت لكل عيل شويه حاجات ممكن تصرفي لك 50-60 جنيه حاجه حلوه في اليوم، حرام بجد حرام. ده انت لو عندك كذا طفل تمام، فهتلاقي نفسك داخلالك في ميزانيه لوحدها. الحاجه حلوه دي ميزانيه لوحدها. فكل الحاجات دي يا بنات نوقفها ونستعوض عنها بفاكهه بخضار، ممكن فشار، ممكن نعمل مثلا ترمس في البيت، نعمل الحمص الشام، الحاجات دي كلها كيكات، الحاجات دي كلها ممكن احنا نعملها في البيت هتبقى اوفر وانضف. طيب بلاش فيست المشتريات يا بنات، بلاش بلاش بلاش، عشان في الاول هتفرحي بس بعد كده هتزعلي جامد قوي. يعني هتزعلك الفيزا، هتزعلك جامد. فبلاش فيست المشتريات، بلاش العروض، بلاش اخش مثلا داخله على اساس ان انا هجيب مثلا 1 2 3 فاخرج ب10 مش ب1 2 3. ليه؟ عشان ده اصل ده عليه عروض وده عليه عروض وده عليه عروض. يا بنات الحاجات اللي بتبقى عليها عروض دي بتبقى خلاص المده الصلاحيه بتاعتها قربت تنتهي، فهم بيعملوا لك عروض عشان تاخديها. فاحنا ما نبقاش اغبياء، احنا نبقى اذكياء وما نشتريش العروض. انا اشتري الحاجه اللي ناقصاني بس. انا نازله اشتري زيت وسكر وسمنه، يبقى اشتري زيت وسكر وسمنه. اللي لقيت الرز عليه عروض وانا مش محتاجه رز ما اجيبش رز، ما اجيبوش طالما انا مش محتاجاه. ليه؟ عشان ما ياثرش معايا في الميزانيه. طيب حاولي تقسمي المصروف بتاعك ايا يكن هو ايه. بتاخدي بقى 1000 بتاخدي 10، شوفي انت بتاخدي ايه ومشي نفسك بايه، قسميه ل3. طيب ايه هو؟ ضروريات البيت اللي هو ايه؟ الايجار، لو انت في ايجار، والفواتير بتاعتك كلها انت بتبقي قادره فواتيرك بتبقى قد ايه طول الشهر، ده على جنب. والاكل والشرب طبعا. وطوارئ دي بيبقى مبلغ كده صغير انت بتشيليه، سي مثلا 200 جنيه او 300 جنيه او 500 جنيه على حسب انت وميزانيتك انت تقدري تشيلي ايه في الطوارئ. الطوارئ ده بيطلع امتى بقى؟ مثلا ابنك تعب لا قدر الله، انت تعبتي، حصل لك ظرف، في اي حاجه، المصروف عاصلك معاكي على اخر الشهر، فيبقى انت شايله مبلغ على جنب للطوارئ. ومبلغ صغنون قوي للادخار، يعني لو 50 جنيه. يعني بصي اقل من كده مفيش اقل من كده. لو 50 جنيه شلتيها على جنب كانها ما جاتش، ولا تطلع في الضروره ولا تطلع في اي حاجه، هي كانها ما جاتش اصلا. ليه؟ عشان تعودي نفسك واحده واحده انك انت تحوشي مبلغ على جنب بعيد عن ايدك، بعيد عن اي حاجه. في النهاية حابة أقولك إن مفيش ميزانية واحدة هتنفع لكل الناس، لأن طبعا ظروفنا مختلفة، ولكن إحنا اللي بإيدينا بنسيطر على الظروف دي ونخليها في صالحنا. يعني أنا اللي لازم أكون متحكمة، وأنا اللي أكون مسيطرة على ظروفي وعلى أوضاعي وعلى بيتي وعلى أسرتي وعلى أولادي، مش هما اللي يمشوني أو هما اللي يتحكموا فيا. أو ابني مثلا يفرض عليا حاجة فوق طاقتي أنا مش قادرة أشتريها دلوقتي أو مش قادرة أعملها دلوقتي، فأبتدي إن أنا أجيبها علشان أرضيه. في حاجات ضروريات وفي حاجات كماليات، الضرورة الأول والكماليات بعد كده. مهم جدا يا بنات ان احنا ندخر قرش على جنب. طبعا انا مبقوش ان احنا نعيش محرومين او نعيش مثلا ان احنا مثلا حارمين ولادنا او كده، ولكن احنا بنمشي زي الرسول ما وصانا، لا افراط ولا تفريط. يعني خيرنا ايه؟ احنا امه وسطيه، يعني خليكي دايما كده في الوسط، لا كده ولا كده، علشان الظروف دلوقتي بقت صعبه جدا. وطبعا الله يعين ازواجنا ويعيننا احنا كمان كامهات، او لو انتي بتشتغلي طبعا وبتساعدي زوجك فربنا يعيننا جميعا يا رب، علشان فعلا الظروف بقت صعبه جدا والحاجه بقت غاليه جدا ومصاريف ولادنا بقت عاليه جدا. فربنا يا رب يوفقنا جميعا ويساعدنا على مشقه الحياه دي، وان شاء الله خير باذن الله. وبس كده، يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك، ولو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني، وتشتركي في القناه طبعا عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله، وما تنسيش ادومه انكل. يلا باي.